علاش كاينين شي ناس ما كيحملونيش وانا ما درت ليهم والو. كتكون مزيان معاهم، كتعامل معاهم باحترام، النية ديالك مزيانة من جهتهم، بون ما بينك وبينهم حتى شي مشكل. ومع ذلك فاش كتلاقاهم كتحس بيهم ما حاملينكش واحد الكراهية داخلية وواحد الشوفات ديال الحقد. اليوم غادي نحاولوا نجاوبوا على هذا السؤال من زاوية نفسية. أول حاجة خصك تعرفها أن الناس ما كيتفاعلوش فقط مع الأفعال ديالك، ولكن أوسي مع الإحساس اللي كتعطيه ليهم. بمعنى بعض المرات بنادم ما كيكرهكش غير حيت أديتيه، ولكن حيت الحضور ديالك، الوجود ديالك في حد ذاته كيستفزو. مثلا كيشوفك مكالمي مرتاح مع راسك، عندك ثقة في نفسك، يعني عايش حامد الله وشاكره بداك الشيء اللي عندك، قادر تعيش بوحدك أو لا مع الناس بلا تعلق مرضي. هاد الأسلوب ديالك في الحياة في حد ذاته كيستفزو. علاش؟ تو سامبلومون حيت كتبين ليهم واحد الحاجة اللي ناقصة عندهم. مثلا كيكون شي حد ما كيقدرش يبقى بوحدو، خاصو ديما الناس، ديما الخروج، الضجيج، حيت تو سامبلومون ملي كيبقى راسو كيحس بالفراغ بالملل. الوغ كو نتا كيشوفك مثلا تقدر تجلس راسك، خالق السعادة ديالك، خدام على راسك، عايش حامد الله وشاكرو، ما محتاج تبقى مع الناس، عاد تحس براسك بخير. هنا اللاوعي ديالو شنو تيدير؟ تيبدا يقارن. حيت خاصك تعرف على ان جزء كبير من الكره ديالو ليك السبب ديالو هو المقارنه. علاش هو داير هكا وعايش هكا وعلاش انا لا؟ كيبقى ديما يطرح داك السؤال، كيفاش هو مرتاح هكا وانا لا؟